السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله وفي صحه جيده. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في الطرقه ديال الدنجال اللي كيجي رائع لعشاق الدنجال. الا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه وشي تعليق محفز، وخليكم معايا للنهايه ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش شرملت هذا الدنجال هذا اللي كيجي صراحه اكثر من رائع. عندي هنايا الدنجال اللي غسلته من طبيعه الحال. هنايا الدنجال عندي شويه متوسط، الا لقيتو داك الدنجال اللي كيكون صغيور، الحجم ديالو كيكون صغيور، هذاك كيجي زوين صراحه، ما كيكون فيه لا زريعه لا والو. هنا راني لقيت شي واحد الحبه فيها زريعه كثيره، ما كتجيش صراحه زوينه. ضروري تحيدوا ديك الزريعه اولا ديروا الدنجال يكون صغير وطري. الا كان عندكم بحال هكا الدنجال كتير وما عرفتوا ما ديروا ليه، ديروا ليه هذه الطريقه هذه، راه كيبقى معكم حتى الاسبوع في الثلاجه ما تيخسر ما والو. خصكم غير تبعوا الطريقه باش تحتفظوا به، باش ما يخسر لكم ما والو. صافي هنايا قطعت الدنجال ديالي على الشكل اللي بغيت. انا حيت هذوك اللي فيهم الزريعه كثيره حيدتهم وقطعته على هذا الشكل هذا. اللي صغيره كنضربها غير على 4، كنقطعها على 4، واللي كبيره كنقطعها على 6 ولا اكثر. المهم كيبقى لكم الاختيار، تقطعوا كيف ما بغيتوا نتوما، سواء مربعات اولا هكايا شنايف هكا طوال اللي بغيتو. صافي كنغسل داك الدنجال ديالي هنايا الماء والحامض، درت فيه طريفات ديال الحامض وعصرت فيه كذلك الحامض باش يبقى ليا الدنجال يحافظ على الشكل ديالو. كيف ما كتعرفوا هو راه كيزراق، داكشي علاش ديروا ليه شويه ديال الحامض باش ما يتغيرش لكم اللون ديالو. شفتوا كيبقى في اللون ديالو الطبيعي. صافي كنديروه هنايا في الكسكاس باش غادي نديرو ايفور. صافي هنايا راه الدنجال ديالي راه دغيا كيطيب مع الكسكاس، كيطلع ليه الصهد مزيان دغيا تيفور دغيا يطيب. صافي هنا كتقيسوه هكايا بالموس باش تعرفوا واش طاب ولا ما طاب. صافي هنايا من بعد ما كيطيب غادي نحيدو من البرمه وغادي نديرو هكايا في شي اناء باش غادي نشرملو. غادي نزيد عليه قزبور والمعدنوس وواحد الثومه محكوكه كبيره اولا جوج فصوص صغار. غنزيد عليه الابزار والكمون والملح. غادي نزيد عليه عصير نصف حامضه باش كيجينا داك الدنجال ديالنا محمض. صافي هنا غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الزيت، تقدروا ديروا اكثر راه الزيت راه غاليه، درت غير معلقه كبيره. صافي وهنا غادي نزيد عليه تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق ديال الخل. ضروري من الخل، هو اللي كيجيب لينا هاد الدنجال هذا زوين مشرمل مزيان. وهاد الشرموله هذه ديال الحوت كتجي مع الدنجال بزاف وكيجي صراحه زوين ولذيذ لعشاق الدنجال. اما اللي ما تيعجبو الدنجال راه بطبيعه الحال ما غاديش يعجبو. المهم من بعد ما كنشرمل الدنجال ديالي ما نقيسوش بيدي نهائيا. كي شفتو راه حركت غير الاناء بيديا باش تدخل مع هذيك الشرموله. صافي وهنايا كندير هذيك الشرموله كنزيدها على الدنجال ديالي ما نضيعوهاش. صافي كنديرو هنايا في شي قرعه تكون معقمه، ضروري تكون معقمه القرعه باش ما يخسرش لكم الدنجال ديالكم ويبقى عندكم فتره طويله في الثلاجه. وقد ما هو كيبقى في الثلاجه هو كيزيد يتشرب ديك العطريه وديك الشرموله ديال الحوت، وكيجي صراحه رائع. الناس اللي كيعجبهم الدنجال راه غادي يعجبكم بزاف. هذا الدنجال هذا كيجي الصراحه زوين بزاف. ترافقوه هكايا مع الاكل ديالكم، ترافقوه مع الحوت، ترافقوه مع كي درتو اللوبيا، ترافقوه مع العدس، مع يعني اي وجبه حطيتوها في الغداء هكا كترافقوا مع هذوك الطبيصلات ديال الدنجال المشرمل. كيجي زوين. تحتفظوا به في الثلاجه، ضروري تحتفظوا به في الثلاجه. كيبقى معكم واحد المده اللي طويله الا حافظتوا عليه وما قصتوش بيديكم. والمعلقه اللي تكون نقيه اللي تبغيتو تهزوا بها اولا الفرشيطه. صافي هنا كنوريكم راه طاب وجا صراحه زوين. واخا باقي ما، على الاقل خليوه ليله وحده في الثلاجه باش يشرب ديك الشرموله. هنا انا غير كنوريكم كيفاش جا. اما ما راه ضروري خصكم تخليوه يشرب ديك الشرموله واحد الليله على الاقل، عاد تبداو تستعملوه. كيجي زوين صراحه. وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وشي تعليق يكون محفز، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم.
اي طعم والفائده. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو، شكرا لكم على التعاليق الجميله ديالكم. ايوا هنا رافقته سمحوا لي الا شهيتكم، رافقته هنايا مع الحوت، السمطه مقليه مع الفريت مع الدنجان مقلي مع الكورجيت. انايا درت كاين اللي ما تياكلش الدنجان مشرمل، هنايا درت قليته وصافي. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامه.